اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض عيش البلدي، عيش الفلاحي على عين البوتاجاز من غير رح. النتيجة هايلة جدا. انا النهارده هشتغل بكيلو دقيق، كيلو دقيق اللي هو آه المدعم، اللي هو فيه السناية. طب انا لو ما عنديش الدقيق اللي هو كامل القمح ده اجيبه، يعني استخدم ايه البديل له؟ هجيب كيلو دقيق، هشيل من الكيلو الدقيق ربع، يعني ربع كيلو، يعني هجيب كيلو الا ربع دقيق زيرو. هنحط عليه هنحط عليه ربع كيلو ردة اللي هي بتطلع من العيش. يبقى كيلو دقيق هنحط كيلو الا ربع دقيق، هنحط عليه ربع كيلو من الردة. تمام تمام. ومعايا بقى خميرة وملح، وطبعا معلقة صغيرة من السكر هدوبها مع الخميرة عشان تنشط معايا الخمر ويخمر معايا بسرعة. الجو طبعا برد، عايزين مية دافية. دلوقتي بعجن بمية دافية. مبدئيا هنا ما تنسوش تحطوا اللايك، ولو انتي اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتغلي تشتغلي تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل. هنا بقى شغالين كده بنعجن زي ما انتم ما شايفين، والعجينة بتاعتي طبعا انا عايزاها طرية غير اي عيش تاني انتي بتعمليه. انا عايزة العجينة دي تكون طرية شوية، مش يابس، بس مش طرية قوي زي اللي انا بخبزه في الفرن وبرحه على المطرحة. لا، عايزاه يابسة شوية، لان انا العيش ده هبططه كده بايدي، مش هنريحه طبعا. والفيديو طبعا معمول للبنوتات اللي لسه بقى اول مره يخشوا مطبخ، اول مره نفسهم يعملوا عيش، مش عارفين، ما بيعرفوش يريحوا، ما بيعرفوش يحدفوا. فانا عامله لكم كميه بسيطه جدا والله العظيم، والنتيجه عجبتني جدا جدا جدا. انا اول مره اعملها. ان انا هتشوفوا معايا طبعا طريقه التسويه في اخر الفيديو كده، مش في اخره، في اخره يعني. واحنا بنسوي العيش هتشوفوا معايا ازاي انا سويت العيش ده ازاي، يعني على عين البوتاجاز. انبهرت بصراحة بالنتيجة، كانت هايلة 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 بصراحة، وما خدش معايا وقت خالص. والكيلو دي طلع معايا كمية حلوة من العيش. ايوه كده، ادي بالبوكسات كده. افتكري حاجة مضايقاكي، حاجة كده تكوني متغاظة منها، واقعدي ادي في البوكسات كده. تمام تمام، متفقين احنا مع بعض يعني، ماشي. طبعا انت لما تعملي عيش في البيت سهل جدا اهوت، يعني انا عامله لكم باسهل الطرق، احسن من اللي بتشتريه من بره. طبعا الرغيف بره ما فيهوش، يعني اقل رغيف اللي هو ابو جنيه ما فيه، يعني هو لقمه او لقمتين بالكتير. شايفين انا بعمل ازاي؟ بخرج طبعا الهواء اللي فيه. انا بقى لو كميه كبيره هقعد اطب كده واطلع الهواء، يا سلام. بس بيهد حيلي، بيهد حيلي والله العظيم من العجين ده. لو انا هعمل بقى 20 كيلو، 30 كيلو، ويكون بقى في الفرن اللي هو الفرن بتاع الغبيس. هسيبه بقى يخمر ونرجع بقى زي ما انتوا شايفين خمر معايا بسرعة اهوت. غطيناه وسيبناه لما خمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا الردة اللي هي بقى اللي انا بقولكوا عليها. هرشيت بقى كده شوية على الصينية عشان هنقرص عليها. ومعايا طبق فيه مية، ببل ايدي كده من المية وبقرص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو انت مش بتعرفي تقطعي التقطيعة اللي انا بقطعها دي، يعني هي سهلة، بس هي اول مرة ممكن تضايقك شوية، لكن اللي بيحط دماغه في حاجة بيعملها. محدش احسن من حد، ولا ايه؟ اللي ليه عين وراس يعمل عمايل الناس، صح؟ مش المثل ده بيقولوا كده، ولا انا ولا انا معرفتش اقوله؟ هنقرصي بقى كبير صغير، يعني قطعي التقطيعة اللي انت بتحبيها.
انت عايزاه اصغر من كده ماشي، عايزاه اكبر من كده ماشي. بس هو الحجم ده حلو. بس لو انت حابه تعملي عيش صغنون كده، فقطعيه برضو ايه تقطيع ايه صغير، شكليه زي ما انت عايزه. انا بقى هقطعهم واسيبهم يرتاحوا كده ايه حوالي ايه آه من 5 ل7 دقايق كده يرتاح، عشان واحنا بنبططه يتفرد معانا كويس. ولو انت برضو هتريحيه هتسيبيه يرتاح، لو انت بتعرفي تريحيه يعني، لان معظم البنوتات دلوقتي مش بيعرفوا يريحوا، وفي ستات متجوزة مش بتعرف تريح. انا هنا بعد ما خلصت وسبته ارتاح شوية، معايا طبق فيه شوية من الردة، هرش شويه بقى كده على الرخامه. انا هنا بقى قمت بقى دخلت على الرخامه، عشان انا بحب ايه استخدم الرخامه وانا بفرج كده ايه العيش بتاعي. شلته بكل بساطه كده، ركنت بقى الصينيه على جنب عشان المطبخ عندي ضيق، ويبقى في مكان اعرف اقف كده واشتغل. بص بكل بساطة بيتفرد معايا، وهنا ببل ايدي من المية عشان ما يلزقش مني. وممكن برده، يعني ممكن انتي رشه بسيطه جدا على وش الرغيف كده وانتي ايه. انا هنا كنت بستخدم بقى النشابه كده ومعرفتش بصراحه، يعني لقيته مش مستاهل، هو طري طري فبيتفرد معايا بكل سهوله، يعني ولا مرجله ولا اي حاجه يعني تفردي بيها، لا بايديكي واشتغلت تلاقيه بيتفرد معاكي بكل ايه بساطه. طبعا مفيش اسهل ولا ابسط من كده. لو انت بقى عايزة تعملي عيش، يعني سهل انك تقومي وتنفذي اللي انا عملته، شايفينه بيتشال معايا بكل سهولة على الصينية بقى ايه. ويستحسن الصينية تكوني مسخناها، يعني انا بعد هي دي اول مرة، وبعد كده هتكون ايه بس مش مسخناها قوي. هولع بقى عين البوتاجاز كده، العين اللي في النص، ويكون نار متوسطة مش نار عالية، لان العين اللي في النص بتبقى شديدة جدا. فانا ايه هعملها على نار متوسطة. شايفين انا بوريكم هنا ايه، هنا انا وطيت بس هعلي شوية كمان، لان النار كانت واطية قوي. اول بقى بتلاقيه بيعمل فقاقيع كده ويتشمع معايا. عفوا. على عين البوتاجاز بعمل ايه بقى، بروح شايلاه، انا مش بقلبه. انا عامله فيديو قبل كده كنت بقلبه عن عين البوتاجاز، وكان عيش صغنون عن كده وكان جميل برضو، كان تحفه. شايفين بقى اول ما يبدأ معايا في المرحله دي كده خلاص هو استوى من تحت. هنعمل ايه، هشيله انزله تحت الشوايه اللي في الفرن. تحت الشوايه، انا مش هولع الفرن، انا بس هولع الشوايه بتاعه الفرن من تحت كده، وهوريكم ازاي برضه. ايوه انا ولعت بس الشوايه، ما ولعتش الفرن من تحت، عشان بس انا احمر وشه. والله العظيم انا ما ولعت الفرن من تحت، انا مستخدمه بس الشوايه. عايزه اقولك نتيجته هايله. مصوره لك كل الخطوات عشان تمشي عليها زي ما انا عامله كده يطلع معاكي احسن عيش. وعايزه اقولك ان انا جيت في الاخر شلت الشبكه قربتها من الشوايه، لقيت لك الرغيف بيقب بيتنفخ معايا، وده هتشوفوه برضو في اخر الفيديو. ده كان تاني رغيف برضو، شايفين كده ايه عمل فقاقيع. انا بقى بطفي العين لان انا كنت مستخدمه صينيه واحده، انما بعد كده هستخدم صينيتين. بطفي العين واروح شايلاها حطاه تحت الشوايه عشان ما نستهلكش غاز كتير. اه خليكي شاطره كده، مش تسيبي العين مولعه عقبال ما الرغيف ايه وشه يحمر تحت الشوايه، نستهلك بقى غاز، والدنيا غلا والغاز غالي وكل حاجه غاليه. قبل ما بشيل الصينيه انزلها تحت بكون طافيه ايه العين. مش شغلانه يعني ان احنا نولع وقت ما نيجي نحط الصينيه التانية. ونفس الكلام والشوايه برضو لما بطلع الرغيف واقفل الفرن بروح طافيه الشوايه.
شايفين بقى نتيجة العيش تحفة والله العظيم، كان تحفة. ده بقى اخر رغيف انا كنت مصوراه كده، لما قربت الشبكة كان قابب مني ومنفوخ وجميل وطري وتحفة. فبعد كده هبقى اقرب ايه الشبكة للنار. تمام. هنا بقى خلصت بقية الكمية اللي معايا والله العظيم. بصوا النتيجة هايلة 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 يعني. بصوا انا مش مصدقة ان العيش ده على عين البوتاجاز ومحمرة وشه في الشواية بتاع الفرن، بجد والله العظيم تحفة. احسن ما تشتري. لا قومي يلا تشجعي كده، هاتي دقيق، كيلو دقيق هيقضي لك بصي معاكي يومين عيش في البيت. حاجة تحفة. ما تبخليش عليا بقى باللايك الحلو بتاعك، ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك يا حبيبة قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.